تخيلوا معايا نهار كامل الصيام وقبل الأذان درجين تدخلوا للدار وتشموا روايح. شنو بدنا وشنو روايح وشنو العين ايش تشتي حاسيلو ما نحكي لكمش كل تطيب وكل بنا. تخيلتوا نسيو هذا الكل، خلينا نحكيو على سيدنا كيفاش كان ياكل هيلثي. رمضان شهر البركة وشقان الفطر لحظة نستناوها طول النهار. تعرف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشق فطره على حليب وتمر، مش على خاطر بنين لا أما على خاطر فيهم مصدر قوة والبركة. ووقت المغرب الكلنا نحتاجوا شقان فطر يعطيك طاقة قوية، كما قال ربي في القرآن الكريم في سورة الأنعام الآية 99 بعد بسم الله الرحمن الرحيم: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. البركة في النعم الطبيعية، أما التمر هو مخزن للطاقة، في سكريات طبيعية تعطيك نشاط متوازن ويعطيك دفعة قوية وصحية بعد نهار طويل. التمر والحليب مع بعضهم يعطيك شقان فطر متكامل. تحدي الهدرة، زعما تنجم تبدأ بشقان فطر صحي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كيس حليب مع تمر، حاجة بسيطة لكن الفرق في صحتك أكبر. خلي رمضان البداية بدن أقوى وطاقة أحسن. التحدي مش نهار واحد، التحدي استمرار.